اكيد طبعا اكتر لقطه بسطت جماهير برشلونه النهارده في المباراه اللقطه اللي رافينيا خارج فيها من المباراه وبدري نازل مكانه، والمعلم رافينيا بيسلم بدري شاره الكابتنه، خروج الكابتن ونزول مايسترو خط الوسط. طبعا اللقطه دي جماهير برشلونه فضلت مستنياها مثلا شهرين من وقت اصابه رافينيا. طبعا الشهرين دول عدوا على برشلونه وجماهير برشلونه اكنها سنين. اصل اللي حصل فيهم في الشهرين ده تحس فعلا ان هم كانوا في كابوس وقريب قوي هيفوقوا منه. عوده رافينيا يعني عوده الكابتن، يعني عوده الروح، يعني عوده كل حاجه حلوه في برشلونه. وطبعا عوده البدري ده عوده طبعا ظابط الايقاع. عارف انت حال برشلونه مع فليك الايام دي زي ما كان سمير غانم كده بيقول لك، كل ما يحاول يظبط القميص البنطلون يبوظ منه، يجي يظبط البنطلون القميص يبوظ منه، يجي يظبط القميص مع البنطلون البدله كلها تبوظ منه. اهو ده حال برشلونه مع فليك الايام دي. اهلا وسهلا بيكم مع حلقه في الكوره على جنب، وما تنساش تخبط اللايك والشير والسبسكرايب، وتعالى نتكلم كلمتين على السريع كده على ماتش برشلونه والافيز. طبعا جماهير برشلونه ما لحقتش تقعد قدام الماتش، ولقت في اول دقيقه ده حوالي اول 30 ثانيه مثلا ولا حاجه جه فيها الهدف الاولاني. اللعيبه زي ما تكون كده كانت بتقول هو في ايه يا جدعان، ما تهدوا كده شويه، ده احنا لسه بنقول بسم الله. بس عادي يا معلم، برشلونه ما اتاخرتش كتير. في الدقيقه السابعه مثلا ولا حاجه كانوا جايبين هدف التعادل بفضل مين؟ بفضل عوده البالون دور. اصل رافينيا فعلا مستواه بالون دور، واللي يعرفك قد ايه ان الواد ده لاعب كبير، ان الواد ده فعلا يعني الكل كان بيقول ان هو كان مهزوز جدا بعد خساره البالون دور، ويمكن الاصابه اللي جات له دي جت في مصلحته عشان تنسي اللي حصل له في البالون دور وحفل البالون دور. بس هو فعلا كان يستحقها وبان تاثيره اول النهارده. يعني اسيست الهدف الاولاني اللي يامال جابه، رافينيا قبلها بكورتين عامل كورتين زيها كده مثلا ولا حاجه مع بلدي. للحق يعني راشفورد كان عامل اللي عليه وزياده في الجبهه دي، بس بصراحه الجبهه دي والجناح الشمال مع رافينيا غير. الواد بلدي مع رافينيا غير. الواد بلدي اداؤه النهارده يحسسك ان ده بلدي بتاع الموسم اللي فات، بس بصراحه بلدي هو بلدي. اللي كان فارق في مستوى بلدي النهارده رافينيا. زي ما انت شفت كده، انت كنت تحس ان بلدي هو اللي بيلعب جناح، ورافينيا بقى عمال يمزق ويتمزج ويمتع في الحته دي، يضم مع بلد شويه، ينزل تحت ليفا شويه، ينزل في خط الوسط، يعمل اللي هو عاوزه. عشان تعرف الفرق بس اديك شفت لما راشفورد نزل الشوط الثاني تحس ان الجبهه الشمال ديت خلاص راحت في داهيه. مش تقصير من راشفورد برده نجينا للحق، بس انت بتتكلم ان كان جزء كبير قوي من انفجار برشلونه الموسم اللي فات الجبهه اللي كان عاملها رافينيا مع بلدي. رافينيا كان سايب حته الجناح ديت لبلدي يعمل فيها اللي هو عاوزه. بلدي زي ما يكون النهارده بيقول له انت فينك من زمان يا رافينيا. طبعا يا كتالوني انت بتعيش دلوقتي ايام دمها تقيل وايام مش احسن حاجه، بس ما تخلكش متشائم، واهم حاجه اللي انت تعدي الايام ديت باقل الاضرار. اصل انت ما تنساش اللي انت كنت عامل اداء حلو قوي في الدوري لغايه ما جت الكارثه بتاع ماتش تشيلسي، والاداء اللي زعل جماهير برشلونه وزعل الكتالونيين كلهم. بس معلش مش هنقف عندها يعني، ولازم ترجع وتحافظ على حظوظك في الدوري وتحط الضغط على مدريد، بالذات ان انت عندك الماتش الجاي اتلتيكو مدريد. يعني اهم حاجه ليك الايام ديت المكسب، وبالذات اللي انت هتلعب قبل مدريد. يعني انت هتكسب هتحط الضغط على مدريد ان هم لازم يكسبوا ويرجعوا للصداره تاني. ومدريد وبرشلونه في حياه بعض ايه يعني غير ان هم يصدروا ازمات لبعض. ويا كاتالونيا غالبا انا وانت هننافس بعض محلي، ملناش في الاوروبي السنه دي بالضحك اللي احنا بنقدمه في اوروبا ده، سواء منك او مني. اصل مدريد برده مش احسن حاجه، فانت غير مكسب الثلاث نقط النهارده انت كسبت حاجات تانية كتير قوي. اقول لك ايه المكاسب اللي انت كسبتها النهارده غير طبعا ان رافينيا رجع، ان الكابتن والروح رجعت للفرقه. اول مكسب طبعا يا معلم ان رافينيا لعب حوالي 60 دقيقه وخلاص، الماتش الجاي ممكن تلاقيه بيكمل الماتش كله عادي. الحاجه الثانيه طبعا عوده المعلم بدري، وطبعا بدري في خط وسط برشلونه ما يهمكش مين كان بقى بيلعب جنبه، عشان الواد ده بيرفع مستوى اي لاعب بيلعب جنبه. زي ما تقول كده هو اللي بيشيل الليله كلها، وهو بصراحه كفيل بيها. انا كمدريدي كنت زعلان قوي من غياب بدري عن ماتش تشيلسي. هتقول لي يا عم ازاي وانت مدريدي تبقى زعلان ان بدري يجيب عن ماتش زي ده عشان برشلونه تخسر؟ طبعا لا والله، انا كنت عاوز اشوف الماتش اللي كان هيكون ما بين بدري وما بين كايسيدو، واكيد في ناس كتير قوي زي كان نفسها تتفرج على ماتش زي ده، نشوف كاسحه الالغام اللي اسمها كايسيدو ده اللي بيلعب 3 كانت في بعض ولا 4 كانت ده قدام بدري، العقل والفكر والمتعه وان هو كان يعملوا قصاد بعض. الحاجه الثالثه بقى يا معلم خوان جارسيا وبيأكد على المستويات اللي هو بيقدمها من اول الموسم، وان ماتش تشيلسي ده ما هزهوش ولا هز ثقته في نفسه. خد بالك ماتش تشيلسي المفروض دخل فيه 3 اجوان، والواد ده شايل 3 اجوان برده في ماتش تشيلسي. والنهارده زي ما انت شفت على فكره في الماتش النهارده كان في 4 فرص محققه لبرشلونه و4 فرص محققه لالافيش. برشلونه سجلت 3 من الفرص بتاعتها، الافيش ما عرفش يسجل الا واحده. وزي ما انت شفت التصدي الاسطوري بتاع خوان جارسيا اللي بعده جه الجون الثاني بتاع برشلونه، يعني يعتبر فعلا اللي مسجل الجون الثاني لبرشلونه 90% منه يحسب للمعلم خوان جارسيا. وانا كنت قلت في شرطه قبل كده الاسبوع اللي فات ان احسن حاجه بتعجبني في الواد ده
رد فعله السريع جدا، ودينا شفنا كلنا الكره اللي شالها تقول لك قد ايه ان هو رد فعله سريع. والحاجه الرابعه بقى يا معلم اللي انا مش عارف انت خدت بالك منها ولا لا، بس ممكن جماهير برشلونه كلها خدت بالها، عشان اكيد الواد ده ريحهم من واحد هم نفسهم دلوقتي ما عادوش يشوفوا في برشلونه ولا بيلعب في برشلونه، جيرارد مارتن، وده تاني مره يلعب كقلب دفاع. جماهير برشلونه هتقول لا الواد ده مش احسن حاجه واحنا عاوزين احسن من كده. على فكره يا معلم الواد ده الماتشين اللي هو لعب فيهم كقلب دفاع كان عامل اداء حلو جدا. وتعالى اقول لك ان الواد ده النهارده كان اكتر لاعب عمل تمريرات في برشلونه. سيبك من كده تفتكر ان هو عامل تمريرات وبس، لا ده هو اكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه في برشلونه. ده بايه رايك بقى ان هو اكتر واحد في الفرقتين عامل افتكاك صح للكوره، وغالبا كده على ما اعتقد الواد ده هيتثبت في المكان ده. مش هقول لك هيتثبت على طول، بس هياخد فرصته في المكان ده لغايه ما يثبت ان هو ينفع ولا ما ينفعش. بس لغايه دلوقتي انا شايف ان هو ينفع، بالذات ان فليك محتاج مساك يلعب برجله الشمال. لو انتوا خدتوا بالكم في احتفال الجون الثاني بتاع برشلونه لما رافينيا بيحتفل مع اولمو وجيرارد مارتين جاي عليهم، رافينيا عمال يعمل لجيرارد مارتين كده ان هو بيقول له انت السبب في الجون ده. اصل انت لو خدت بالك يا معلم هي لحظه المعلم رافينيا جاب المدافع وطلع بيه قدام، ومره واحده قام عامل التويست بتاعه وطلع يجري، وجيرارد مارتين يشكر وياخد 10 من 10 كمان وبوسه على السرور اللي هو عمله لرافينيا. فهو لو هيعمل كره زي ديت كل ماتش ولا ماتشين مثلا ولا حاجه ولا ثلاثه يبقى حلو جدا. الحاجه الاخيره بقى يا معلم لامين يامال وحلاوه لامين يامال واللي بيعمله في الكامب نو الجديد، وخلاص بقى بيصنع وبيسجل وخلاص بقى يا معلم الملعب ده هيبقى بتاعه. هو بس يسيبه من حته البوستات اللي هو بينزلها قبل كل ماتش، والواد ده هيبقى 100 100. يعني كان طلع بعد ماتش ريال مدريد ان قال لك خلاص لامين يامال مش هيظهر اعلامي ولا هيعمل بوستات ولا اي حاجه. يعني كان في حاجه بتتقال كده مع الخبر ده لما طلع ان بيقول لك ان البوست الجاي ليامال هيبقى قبل ماتش تشيلسي، وهو فعلا نزل بوست قبل ماتش تشيلسي، وادينا شفنا كلنا ايه اللي حصل في ماتش تشيلسي. فنصيحه ليك يا يامال بلاش بوستات خالص بالله عليك، وما تنسوش يا جدعان ان الواد ده لسه 18 سنه، فاحنا ما نحاولش نقلل من اللي هو بيعمله وننسى خالص ان الواد ده فعلا لسه 18 سنه. يعني الواد ده لسه ما بلغش، امال لما يبلغ هيعمل فينا ايه؟ واخر حاجه جماهير برشلونه ما تخليش حاجه تعكر فرحتك بالثلاث نقط. انت اهم حاجه ليك الايام ديت المكسب. انت عندك ماتش جاي جدا صعب قدام اتلتيكو مدريد وعاوز تكسب فيه برضه، فخلي الايام ديت تعدي وان شاء الله الفرقه بتاعتك راجعه. انت الاصابات بتاعتك بدات ترجع كده، وان شاء الله الفرقه هيبقى شكلها حلو جدا الايام اللي جايه. وطبعا ما تنساش تضغط اللايك والشير والسبسكرايب لو الفيديو عجبك، واستناني في فيديو جديد مع حلقه في الكره على الجنب.